مشاهدينا الكرام، أحييكم من تلفزيون جمهورية صوماليلاند القومي، وإلى حضراتكم النشرة الإخبارية وأبرز ما فيها. وزير وزارة المالية واستقباله وفدا من جامعة كارديف. وزير وزارة الإعلام والتوعية ومؤتمر صحفي له. وزارة العدل بجمهورية صوماليلاند وعقدها اجتماعا موسعا. مشاهدينا الكرام، كانت هذه أبرز العناوين، وإليكم بالتفاصيل نشرة الإخبارية لهذا المساء. استقبل اليوم وزير وزارة المالية بجمهورية صوماليلاند السيدة زمزم عبدي آدم في مكتبها وفدا من جامعة كارديف البريطانية، والذي قدم إلى بلادنا من ضمن زيارة تفقدية موسعة قصدوا بها إلى عدة دول إفريقية. استقبل اليوم وزير وزارة المالية بجمهورية صوماليلاند السيدة زمزم عبدي آدم في مكتبها وفدا من جامعة كارديف البريطانية، والذي قدم إلى بلادنا من خلال زيارة تفقدية قصدوا بها إلى عدة دول إفريقية. هذا وتحدث هناك مع الوزير إلى وسائل الإعلام المحلية بكلمة أشار من خلالها عن هدف قدوم هذا الوفد إلى وطننا، والتي تتركز حول قيامهم بزيارة تفقدية إلى الدول الإفريقية، وخاصة التي نشبت بها حروب واقتتال والمتضرر اقتصاديا، وتفقد وإعداد تقارير عنهم. كما تفاجأ الوفد من جهودنا وإمكانياتنا في إعادة جمع الأسس والبنية التحتية وبناء الهيكل الدولي لوطننا دون أن نحصل على أي اعتراف دولي أو مساعدة. ومن جانب آخر تحدث مع الوزير إلى أنهم بدأوا الإجراءات اللازمة لإعداد الميزانية القومية لعام 2017، كما أعلنت المؤسسات الحكومية إلى إعدادهم الميزانية القومية لكل وزارة وإحضارها للوزارة. عقد اليوم وزير وزارة الإعلام والتوعية بجمهورية صوماليلاند مع علي عثمان عبد الله سحردين مؤتمرا صحفيا في مكتبه، تحدث من خلاله عن آخر ما توصلت إليه نتائج المحادثات الجارية بين الحكومة ووفد خاتمه. عقد اليوم وزير وزارة الإعلام والتوعية بجمهورية صوماليلاند مع علي عثمان عبد الله سحردين مؤتمرا صحفيا في مكتبه، تحدث من خلاله عن نتائج المحادثات التي جرت بين الحكومة والوفد القادم من خاتمو الصوماليلاندي. هذا وأشار مع الوزير من خلال هذا المؤتمر الصحفي إلى أن هذا الوفد قدم من الأقاليم الواقعة بشرق البلاد بدعوة وجهها إليهم رئيس الجمهورية فخامة أحمد محمد محمود آدم، كما عين فخامته لجنة مكونة من وزراء وشيوخ القبائل والعشائر لفضل نقاط الخلاف الرئيسية ونشر العيش جنبا إلى جنب بسلام بين الإخوة الصوماليلاندية. وما زالت هذه المحادثات جارية حتى الآن، ونرجو من العلي القدير بأن تصدر منها نتائج جيدة ومثمرة لصالح الجميع والوطن. كما نرحب بالخطوة التي اتخذها الرئيس خاتمه وقبوله بالدعوة التي وجه إليه رئيس الجمهورية. أقامت وزارة العدل والقضاء بجمهورية صوماليلاند اجتماعا لقضاة المحاكم والمدعي العام هدف إلى كيفية توصيل خدمات الهيئة بجميع مناطق وأقاليم البلاد، والخفض من مدى التكاليف الباهظة التي يصرفها المواطن من أجل حصوله على هذه الخدمة. أقامت وزارة العدل والقضاء بجمهورية صوماليلاند اجتماعا لقضاة المحاكم والمدعي العام هدف هذا الاجتماع إلى كيفية إيصال خدمات العدالة إلى جميع أقاليم البلاد. وتحدث بداية هناك رئيس هيئة UNDP بكلمة أشار من خلالها أنه سعيد جدا بالتعاون المشترك والدائم المستمر بين الهيئة وحكومة جمهورية صوماليلاند، كما لمح إلى ضرورة تحفيز أعمال هيئة القضاء الصوماليلاندية. وتحدث أيضا هناك المدعي العام بجمهورية صوماليلاند بكلمة أشار من خلالها إلى ضرورة تحفيز أعمال الهيئة وعرض آرائهم في جميع العراقيل والعقبات التي تواجه إدارة هيئة القضاء. كما نود هنا أن يحصل كل مواطن على خدمة هيئة القضاء من أقرب بقعة يقطن فيها، واستغنائه من تكاليف سفر وغيرها، واختصار المدة الزمنية التي تستغرق البحث في قضيته. كما تحدث أيضا هناك رئيس هيئة القضاء العليا المركزية سيد آدم جامع علي أحمد بكلمة أشار من خلالها إلى أن هذا الاجتماع يتركز حول تناول موضوعين، واللتين هما الخبرة والنقاش العقبات التي تواجه العاملين في هذا المجال والبحث عن حلولها ودراستها. أقامت مدارس هالدورة الأهلية بعاصمة هرجيسة مناسبة لبدء افتتاح عامها الدراسي الجديد 2016-2017 واستقبالها أيضا طلاب جدد، والتي شارك فيها نائب وزير وزارة الشباب والرياضة بجمهورية صوماليلاند. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علم
أقامت مدارس هالدور الأهلية بعاصمة هرجيسة مناسبة لافتتاح عامها الدراسي الجديد بعام 2016-2017، وشارك فيها مسؤولين من وزارة التربية والتعليم ووزارة الشباب والرياضة ومسؤولي إدارة المدارس وأساتذة وأولياء أمور. وتحدث بداية هناك مدير مدارس هالدور السيدة نعمة آدم إسماعيل بكلمة أشارت من خلالها إلى المراحل المختلفة التي مرت بها تأسيس مدارس هالدور وما توصلت إليه إلى يومنا هذا من تقدم وتوسيع، والتي منها توظيف مدرسين على مستوى جامعي للمدرسة وإضافة قسم جديد لروضة الأطفال. كما تحدث أيضا هناك مدير المدارس الخصوصية بوزارة التربية والتعليم سعادة موسى محمد الشدة بكلمة اختصر فيها بأهمية تنفيذ البيان الذي صدر من قبل الوزير وتطبيقه بالمدارس، والذي كان يتركز بتوحيد مناهج المدارس الأهلية والحكومية معا. كما تحدث أيضا هناك نائب وزير وزارة الشباب والرياضة مع علي عبد الرشيد إسماعيل كاهن بكلمة أوصى فيها طلاب وطالبات المدرسة بنصائح جمة. كما تحدث أيضا هناك المسؤولين المشاركين في هذه المناسبة. مشاهدينا الكرام، بهذا النبأ تنتهي نشرتنا الإخبارية لهذا المساء، قدمتها وقرأتها على حضراتكم من تلفزيون جمهورية الصوماليلاند القومي. نشكركم على حسن الإصغاء والمتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.